تحقق دائرة الإطفاء في مدينة نيويورك فيما يعتقد أنه انفجار أدى إلى نشوب حريق في مبنى مؤلف من 5 طوابق بحي هارلم الشرقي أو إيست هارلم. ومع أن الحادث أدى إلى بعض الإصابات، فإن الأنباء الأولية لم تفد بسقوط قتلى. من واشنطن معنا مراسلة BBC وفاء جباعي. وفاء، ما التفاصيل؟ نعم، لنبدأ بالحصيلة حول هذا الحادث. شرطة نيويورك أكدت سقوط قتيل في هذا الانفجار ومن ثم انهيار المبنى وجرح نحو 16 شخصا تتراوح إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة. ما حدث أن انفجار ضخم سمعت أصداؤه في مختلف أو في كافة أنحاء مدينة نيويورك في ساعة الذروة الصباحية قبل أن ينهار المبنى. شهود العيان تحدثوا عن أنهم اشتموا رائحة غاز قبيل الانفجار، وبالتالي هناك فرضية حتى الآن يحقق فيها رجال أو دائرة الإطفاء، مع العلم أن خبراء المتفجرات حضروا إلى مكان الحادث بعد انهيار المبنى وتم التحقيق أو جرى جمع المعلومات، ولكن استبعدت فرضية العمل الإرهابي. هذا الانفجار وقع في حي سكني مكتظ، المباني متلاصقة، مباني قديمة مكتظة بالسكان، وقد جرى تعليق حركة المرور في المكان. أيضا جرى تعليق حركة القطارات لتنظيف سكك الحديد حيث تطايرت الأنقاض إلى هذه السكك. أيضا الدخان الكثيف غطى لمسافات بعيدة جدا أجزاء من مدينة نيويورك. وفاء جباعي مراسلة BBC، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، هذه كانت قبل قليل صور مباشرة من نيويورك كنا نشاهدها على شاشة BBC.